اهلا وسهلا بكم في مكتبه مصر العربيه. استاذن اداره المكتبه ان احنا في البدايه نقضي دقيقه حداد على ارواح الشهداء في غزه وقراءه الفاتحه. بداية هذه الندوة الهامة التي نتناول فيها كتابا مهما عن الأستاذ الدكتور إسماعيل صيام، أود أن أوجه التحية والتقدير لإدارة مكتبة مصر العامة المكان ده السلام الجمهوري الأستاذة سلام المنوي المكان ده أكرر شكري وتقديري لإدارة مكتبة مصر العامة منبر الثقافة والتنوير التي من خلال إدارتها هي أداة وساحة التنوير في جميع محافظات مصر. وأود بهذه المناسبة أن أقدم التحية خاصة لسعادة السفير رضا الطيفي مدير مكتبة مصر العامة الذي دائما يكون حريص على حضور مثل هذه الاحتفاليات الهامة خاصة فيما يتعلق بالكتب. أدعو سعادة السفير رضا الطيفي أن يلقي في البداية كلمته، فليتفضل. شكرا استاذ حمدي ومديره المكتبه الاستاذه رانيا شرعان مدوره حضرتك تظهري لهم بس عشان اخوكي. انا مدير صندوق مكتبات مصر العامه. تمام. السيدات والساده الحضور، المنصه الكريمه، الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، الاستاذ الدكتور مصطفى يحيى، الاستاذ الدكتور محمد اسحاق، الاستاذ الدكتور علا يوسف، الاستاذ الدكتور اسماعيل صيام، الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير حمدي البصير، أسعد الله يومكم بكل خير. أسعدني بداية في هذه الندوة أن أنقل لحضراتكم ترحيب سعادة السفير عبد الرؤوف الريدي. أرحب بكم بالنيابة عنه وعن كل أسرة إدارة مكتبة مصر العامة.
أرحب بالمنصة وأرحب بالحضور في هذه الندوة أو في بداية هذه الندوة الاستثنائية لتدشين كتاب الفكر السيموطيقي في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن وكيل وقائم بأعمال نقيب الفنانين التشكيليين بمصر، لمؤلفه الأستاذ الدكتور إسماعيل صيام. هي ندوة استثنائية بالفعل بفارسها وضيف الشرف فيها الصديق الفنان الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، وبمنصتها ذات الثقل الأكاديمي والفني والنقدي الرصين، وبكوكبة الحاضرين من أساتذة وأكاديميين وفنانين ودارسين وإعلاميين. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتوجه بشكر وتقدير خاص للأستاذ الدكتور إسماعيل صيام مؤلف هذا الكتاب القيم الذي يتضمن دراسة تحليلية ونقدية رائعة ومشوقة لبعض من أعمال الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن. كتاب أسعدني من حيث الشكل طباعة فاخرة وإخراج جذاب وغلاف تزينه صورة الفنان، ومن حيث المضمون عمق وأناقة وسلاسة العرض والتحليل والنقد في استعراض نماذج فريدة من أعمال الأستاذ الدكتور عادل تؤكد موهبته وبراعته وتفرده وتميزه رمزا ورائدا من رواد ورموز الفنون التشكيلية في مصر، مع التركيز على الفكر والفن السيموطيقي، حيث حاول الفنان عادل عبد الرحمن أن يحدث نقلة نوعية في هذا المجال، والذي اشتبك من خلال أعماله الفنية ذات الطابع السيموطيقي بواقع مجتمعه وأمته سياسيا واجتماعيا وتنمويا. فجاءت العديد من الأعمال الفنية انعكاسا للواقع وتعبيرا عنه وتفاعلا معه، موظفا في ذلك موهبته وقدراته وخياله الفني في إبداع وظهور أعمال ولوحات فنية معبرة وصادقة وملهمة، بل وخالدة خلود القضايا التي تعالجها. ولعل هذه الندوة مناسبة طيبة لكي يحيي الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن وأشيد بدوره المقدر في إثراء البعد الفني لأنشطة هذه المكتبة بتنظيم وحضور العديد من المعارض الفنية والفعاليات والندوات للعديد من الفنانين والدارسين للفنون التشكيلية تشجيعا منه لمواهبهم وصقلا لقدراتهم وإبرازا لأعمال العديد من شباب وشيوخ الفنانين التشكيليين في مصر. لم يبخل يوما بجهده ووقته تشجيعا ونشرا لثقافة الفن التشكيلي. أشكره وأقدر دوره في الارتقاء بالذوق العام من خلال هذه الأنشطة لنشر قيم وثقافة الجمال في مصر، والتي أصبحنا في أمس الحاجة إليها. السيدات والسادة الحضور، ليسمح لي مؤلف الكتاب الأستاذ الدكتور إسماعيل صيام أن أقتبس بعضا مما ورد في كتابه خاصا بالفنان الأستاذ الدكتور عادل. الاقتباس الأول: الفنان عادل عبد الرحمن فنان مصري مبدع يشعر بمجتمعه والعالم من حوله، ويعبر عن أحداثه في فكر ورؤية عالية، ويتميز بحس سياسي واجتماعي مشبع بأفكار إنسانية وفنية، ولديه حس تصميمي ذا طابع خاص، ويعتبر رائدا في هذا المجال. ساهم باستخدامه للفكر السيموطيقي في تحويل الاتجاهات القديمة المعلبة إلى رؤية وفكر حديث. الاقتباس الثاني: الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن يشعر دائما بحسه العالي بالآخرين، ولكنه في نفس الوقت لا تروق له الأفكار المعلبة، لذلك انتهج الفكر السيموطيقي ليعبر عن فلسفة خاصة به، حيث نجح في أن يتعامل مع الفكر السيموطيقي والعلامات التشكيلية المتعارف عليها مثل الأيقونة والإشارة والرمز ببساطة شديدة، بل وربط بينها ليجعلها حالة إبداعية
تميز أعماله الفنية التي فرض بها وجوده على الساحة المصرية والعربية والدولية كفنان متألق. انتهى الاقتباس. الكلام لك يا دكتور. أشكرك على الكلام الرائع أستاذ الدكتور عادل، كلام يستحقه. السيدات والسادة، في تقديري بقى أنا الشخصي، يعني مش فنان ولا حاجة، لكن مجرد حد قرأ الكتاب، وبعد تصفحي لهذا الكتاب الموثق أستطيع أن أؤكد بكل ثقة أن الرائع في فن الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن هو واقعيته وارتباطه بالمجتمع المصري مكانا وثقافة وتراثا فريدا، وقدرته على مواكبته بفنه للأحداث مصريا وعربيا ودوليا، مزودا في ذلك بحس مرهف وخيال مبدع وألوان مبهرة تنقلنا من عالم الواقع إلى عالم التصور والخيال، وهو ما ترجمته العديد من أعماله الواردة في الكتاب التي تدعونا للانبهار، مثل لوحات لفظ الجلالة وظهر. يعني لفظ الجلالة تعمل بأكثر من شكل وأكثر من عرض، والحقيقة في كل واحدة من اللوحات دي إبهار شديد جدا تؤكد أننا أمام فنان لا نملك إلا أن ننحني له تقديرا وإعجابا. طبعا ظهرت اللوتس، الرموز الشعبية، لوحة السد العالي بمناسبة مرور 50 عاما على إنجاز هذا المشروع المصري العظيم. ما أظنش حد تناول المناسبة دي فنيا على حد علمي زي الدكتور عادل، يعني إنه يهتم بهذه المناسبة القومية لهذا المشروع العظيم ويضعه في لوحة بهذه الروعة وهذا الجمال. ده شيء في حد ذاته يستحق كل تقدير وإعجاب وتأكيد على وطنية هذا الفنان المصري الأصيل. لوحة أيضا ملحمة قناة السويس حفرا وتشغيلا وإدارة وتأميما. اللي يعني يشاهد هذه اللوحة هياخد القصة كلها، يعني في دقائق هيقدر يعرف قصة قناة السويس، ومعروضة بشكل فيه نوع من فعلا الإبداع والتفرد. وطبعا عرس الشهيد ولوحة القدس ووداع الشهيد وعناصر النوبية كلها نماذج معبرة ومتميزة تؤكد أننا أمام فنان من طراز خاص ومعدن نبيل ذي حس وطني رفيع وانتماء عال لمصر، مصر المكان والإنسان والحضارة والثقافة والتاريخ والفن الهادف الذي يقدم رسالة ويمتع الناظر في آن واحد، ناهيك عن كونه معبرا عن مدرسة فنية في حد ذاته. وإن كان من دقائق قال لي أنا لو أمثل مدرسة ربما هذا تواضعا، لكني أنا برأيي المتواضع هذه مدرسة تستحق أن تتابع، مدرسة متفردة يتناولها الأكاديميون والدارسون بالدراسة والعرض والتحليل، مثل هذا الكتاب الذي نحتفي بتدشينه اليوم، الذي أثق أن الأساتذة المتحدثين سوف يتناولون الكثير من تفصيلاته لإلقاء المزيد من الضوء على أعمال الأستاذ الدكتور الفنان عادل عبد الرحمن. ختاما أشكركم وأتمنى لكم أمسية مثمرة في رحاب الفكر والفن السيموطيقي. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا عادل الضيفي مدير مكتبات مصر العامة. اسمح لي بس في نص دقيقة إن أنا أحييه بصفة شخصية، لأنه من شهرين بالظبط في هذا المكان تناول كتاب لي اسمه ساعات ملونة للغموض وظهور الفن التشكيلي، والحقيقة فاجئني بالقراءة الجيدة النقدية الرائعة لهذا الكتاب، لدرجة إن هو اكتشف حاجات أنا كنت حاسس إن مفيش حد يعرفها إلا الكاتب نفسه أو هيفك أسرارها أو طلاسمها إلا أنا، لكن هو الحقيقة استطاع إن هو يتوغل ويتعمق في هذا الكتاب ويكشف بعض أسرار وبعض اللي أنا كتبت عنهم. فكل التحية والتقدير لحضرتك، لأنك بالظبط مش بس مجرد سفير مثالي زي ما أنا كتبت عن حضرتك من يومين، ولكن أيضا ناقد ممتاز وصحفي رائع. والحقيقة دورك لا يمكن أن يغفله أي أحد، لأن بمجرد استلمت هذه المهمة الثقيلة بعد المعارك الدبلوماسية التي خضتها في العديد من دول العالم وخاصة في آسيا، استطعت أن تنير من خلال مكتبات مصر العامة
منارات ثقافية في العديد من المحافظات، بل في أماكن ومحافظات نائية. هذا دور وطني لا يقل أهمية عن دورك كسفير محترم ومهم. ألف شكر على هذه الاستضافة وهذه الكلمة الرائعة في الكتاب وفي حق الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن. والحقيقة الدكتور عادل عبد الرحمن يستحق كتب. برضه هرجع أذكركم من حوالي 3 سنوات كان في كتاب آخر، هو كتاب ذا بعد دولي، هو سفير الفن التشكيلي، وعملنا له احتفالية في مكتبة المعادي وحضروا العديد من السفراء خاصة سفير صربيا. وانا الحقيقه سمعت كلمات كتيره لدرجه ان انا كنت واقف على المنصه زي كده وحسيت ان انا وقفت 2.5 ساعات على رجلي ما كنتش حاسس. عشان كده النهارده رحت جايب كرسي، يعني المسائل النهارده برضو هتطول. اسمحوا لي ان اقدم الدكتور عادل عبد الرحمن، واذا كان قد ظهر عن الوجود الكتاب الثاني فلي الشرف ان انا اقوم ايضا من خلال جهد متواصل من 5 سنوات ان انا اعد كتاب عن الدكتور عادل عبد الرحمن. بس كان ينقصني هذا البعد النقدي في لوحاته وفي اعماله. انا لست متخصصا في النقد الفني مثل الاستاذ الدكتور اسماعيل صيام بكتابي الرائع اللي شرح بعض لوحات وليس كل لوحات الدكتور عادل عبد الرحمن، ولكن انا كصحفي ومتمرس وباحث بكتب عن الشخصيه العامه بجانبها الفني والانساني ومواقفه وطنيه وخلافه. واللي قدرت ان انا استخلصه في النهايه الدكتور عادل او سفير الفن التشكيلي كما اسميه والدكتوره علا نموذجان لن يتكررا. واسمحوا لي ايضا ان ابدا الكلمات بعريس الليله وهو الاستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن، وكيل وقائم اعمال نقيب الفنانين التشكيليين في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس على الكلمة وبعدين يعني الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه بعد الكلام اللي أنا سمعته من سيادة السفير رضا الطائفي ومن صديقي العزيز الكاتب الصحفي الإعلامي الكبير الأستاذ حمدي البصير. هو شرف كبير ليا أصلاً إن أنا أتواجد داخل منظومة مكتبات مصر العامة، وهي مش مكتبة واحدة، 22 مكتبة إن شاء الله يوصلوا 1000 على الطريق. سعيد بعبقرية المكان، لأن مكتبة مصر العامة بتمثل بالنسبة لي حاجة كبيرة. يعني هي مش مجرد مكان مع بعض في كتاب، لكن هو اختيار الحقيقة، وهم سمحوا لي بهذه الفرصة الرائعة بالنسبة لي إن أنا أناقش أو أحضر حفل توقيع هذا الكتاب. بس بعد ثواني يعني أنا الحقيقة مش مصدق اولا هذه القامات اللي قدامي وعدد الحاضرين، وبعدين اللي جايين من اماكن بعيده من المحافظات واللي من الاسكندريه واللي من دمياط واللي من كفر الشيخ واللي من السوق. يعني الحمد لله على نعمه محبه الناس. انا بتوجه بالشكر اولا لمنظومه مكتبات. بحب اتكلم الاول عن منظومه مكتبات مصر العامه، لان هي مش مكتبه، هي منظومه كامله متكامله. بوجه شكر لسياده السفير رؤوف الريدي، طبعا صديقي العزيز سياده السفير رضا الطائفي، يعني لهم دور رائع جدا في نشر واثراء الثقافه والفنون في مصر واكتشاف المواهب وتنميتها. طبعا بتكلم الكلام ده عن حضور وعن خبره لمست فيها هذا يعني الاداء الغير عادي. وطبعا ده مش غريب، لان المجموعه كلها او المنظومه كلها مكونه من ناس قامات كبيره، معظمهم سفراء في دول زي امريكا وجنوب في وسط افريقيا، يعني اماكن كثيره جدا كانوا سفراء لمصر. وبالتالي لما رجعوا مصر هم عندهم حاله ان هم يطوروا ويغيروا ويحولوا البلد الثقافه في مصر زي ما شافوها في الدول اللي شافوها بره واحسن
احسن وافضل، وده بالفعل بيتم يعني على مرمى وعلى مسمع الجميع. فالمكتبه بمجرد انها تخطي البوابه الرئيسيه الحقيقه تشعر بدور من السعاده والبهجه لما تبتدي تشوف وتشارك معهم في الانشطه وتشوف قد ايه بيبداوا اطفال صغيرين من 3 و4 سنوات وبعدين يبتدي يتم تنميه هذا الطفل بشكل دوري ثقافيا وعلميا وفنيا. وفي الاخر فوجئنا ان بيجوا لنا احنا فعلا في الكليات الفنيه بمستويات عاليه جدا نتيجه هذا التدريب وهذا التعامل معاهم من سن يعني بيقعدوا هنا على طول، واحيانا هم كمان بيتحولوا لمدربين داخل المكتبه. فعموما شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه، وانا سعيد جدا 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 بوجودي في هذا المكان. سعيد ايضا بصديقي الرائع وزميلي الرائع الدكتور صيام اللي كان الكتاب ده له علاقه بصدفه غريبه جدا، وهو انه كان بيقدم برنامج او كان في برنامج بيتعمل عني وسمعته وهو بيتكلم عني. طبعا ما كانش فيه تحضير ومفيش اي حاجه، لكن يعني انا فوجئت بانه له اسلوب معين في قراءه الاعمال الفنيه وبشكل علمي ناضج، بشكل حد يعني بيدرس الاعمال الفنيه بحب، عنده ثقافه عاليه، عنده مصطلحات، دارس علم نفس، دارس ادوار الفنان. فبالتالي طريقه الحديث بتاعته كانت شيقه جدا بالنسبه لي وملفته للنظر. وبعدين بالصدفه بقول لي يعني كلامك جميل وبتاع، لقيت الكلام ده يعني بيتكتب يعني، ففوجئت على طول برد فعل ايجابي ان هو سعيد جدا برضه انه يكتب وعمل هذا الكتاب اللي انا بعتز بيه جدا وبعتبره يعني خطوه مهمه جدا على المشوار الفني او الطريق الفني. كل الشكر طبعا. هو بعد كده هيقدم تفاصيل الكتاب وهنتكلم عنه يعني باسهاب اكتر. تحيه للساده الحضور، كل اسم وصفته، كلهم قامات كبيره ولواءات ورجال دوله ورجال اقتصاد وعمالقه فن واساتذه الجامعه ودكاتره. تحيه كبيره جدا للمنصه الرائعه، طبعا انا بعتز بيهم جدا. اول مره بيقعد على المنصه او انا بقعد جنبه على المنصه استاذنا الدكتور مصطفى يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني باكاديميه الفنون. طبعا ده شيء مشرف جدا وشيء رائع جدا، واكيد هنستمتع بحواره وخبرته الكبيره كفنان كبير مبدع وكناقد فني. بعتز ايضا طبعا بزميلي وصديقي وحبيبي يعني صديق العمر الاستاذ الدكتور محمد اسحاق عميد كليه التربيه الفنيه، ويعني هو مش عميد يعني، هو صاحبي وصديقي وعلاقه لطيفه جدا من واحنا صغيرين لحد الان. فانا سعيد بالمنصه. دكتوره علا يوسف طبعا زوجتي العزيزه اللي ما بتسيبش اي مناسبه غير ما يكون لها جانب الدعم والمشاركه قويه جدا، اللي طبعا بتعيني انا على هذه المشاركه. اسمحوا لي انا مش عايز اتكلم كتير لان الكتاب لسه بعد كده فيه كلام كتير، انا بس عايز اقدم فيلم صغير كده حوالي 6 دقائق يعني هيكون اكثر بلاغه من الكلام، فممكن من فضلك نقدم نبذه عن الكتاب